انا مستعجل بصراحه، عايز كل حاجه تتم بكره. بكره مستحيل. واي نوت، احنا طيارتنا بعد بكره. المفروض انكم كنتوا حجزتوا ميعاد الفرح وبعد كده حجزتوا التذاكر. يعني ايه؟ يعني يا عروسه ما يصير، المكتب حقنا عندنا ارتباطات حجوزات. ارتباطات ايه انت كمان؟ ارتباطاتي انا اهم واخطر. يا استاذه بعد اذنك، انا عندي في النمسا بعد 3 ايام شغل، لو ما رحتوش هخسر ابن خالتي 20 مليون دولار. سافر حضرتك ولما تخلص شغلك نبقى نعمل الفرح. انا زيارتي الجايه لمصر مش قبل 18 شهر. بليز يا نونا المأذونة اتصرفي. لازم تتصرف طبعا. بقول لك ايه يا استاذه، انا ابن خالتي جاي بطيارته الخاصه عشان يحضر الفرح بكره. ارجوكي انت سمعتيه، ابن خالته هيحضر الفرح. وانا مالي ومال ابن خالته؟ وبعدين مين يكون ابن خالته؟ لا بقول لك ايه، كله الا ابن خالتي. ابن خالتي ده خالد المصري، اكبر مليونير في اوروبا. يا استاذ، ما يبي ابن خالتك يشغل حدا بيكون من الخليج؟ ليه؟ حياتي يا استاذه لو دفعوني مال الدنيا ما اتركك. يا جماعه ابن خالتي جاي بكره بطيارته الخاصه علشان يحضر الفرح. خلاص مفيش ازمه، حضرتك تستنى معاه كام يوم وبعدين تبقى تسافر انت وعروستك بطيارته الخاصه. ما ينفعش، ده هو جاي يقعد كام يوم في مصر كده، وده حدث بيتكرر كل كام سنه مره. ايوه يعني كل كام سنه. احنا مالنا احنا كل كام سنه؟ يا جماعه اقعدوا معاه وسافروا بعد كده كلكم سوا. مستحيل، وشغلي وارتباطاتي. شفتي؟ وشغلي وارتباطاتي حسسني انه عمرو دياب فجاه. يا استاذ يعني احنا اللي قاعدين هنا صايعين؟ ما بس شويه. انا فعلا نفسي اساعدكم، بس حكايه ان الفرح بكره ده عايز توضيبات كتير جدا. بليز يا نونا المأذونة اتصرفي، مش مهم الفلوس ما تفكريش فيها، ان شاء الله ادفعلك بالدولار. بتقلك يا استاذه بالدولار؟ انت ازاي ما تقوليش انهم مستعجلين؟ بكره تكون القاعه جاهزه.